السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد العجينه ديال صابلي اللي هي كنستعملها ديما. وبهذا العجين صراحه كيجي رائع وكيصدق 100% وكيجي مقرمش وفي نفس الوقت كيجي هشيش، يعني ما كيجيناش قاصح. بالنسبه للزبده اللي استعملت هنايا، استعملت انا زبده حيوانيه، يعني ما غاديش نستعمل الزيت. الا كنتو غادي تستعملوا الزبده ديال المارغرين غادي تاخذوا 250 غرام ديال الزبده مارغرين مع كاس ديال الزيت. بالنسبه للمقادير هنايا عندي جوج بيضات، 250 غرام ديال الزبده، عندي شويه ديال الملحه، عندي ساشي ديال فاني، 125 غرام ديال السكر خشن، انا ما كنكثرش السنيده بزاف، وعندي هنايا الدقيق حسب الخليط. بالنسبه للطريقه راها واضحه في الفيديو. غادي ناخذ الزبده، غنزيد عليها سنيده، وغادي ننسم هنا بالفاني. بالنسبه للتنسيم تقدروا تنسموا بالكوك، يعني ديروا 2 معالق ولا 3 ديال الكوك. تقدروا ديروا اللوز مطحون، تقدروا ديروا الكراميل، وتقدروا ديروا الحامض محكوك. غادي نخدم هنا دابا الزبده مزيان هي وسنيده حتى تولي عندي على شكل بوماد. هنا من بعد ما صافي جمعت ديك الزبده مزيان هي وسنيده، غادي نزيد البيض وغادي نجمع الخليط مزيان. غادي نزيد الدقيق، والدقيق ما تزيدوش مره واحده، تزيدوه بشويه بشويه وانتم كتجمعوا وكتشوفوا العجين واش بدا كيتجمع لكم، واش مازال خاصو الدقيق. انا هنايا عندي تقريبا قلت لكم كيلو ديال الدقيق، ولكن انا ما غاديش نستعمل كيلو كامل. كاين الدقيق اللي كيشرب لينا وكاين الدقيق اللي ما كيشربش لينا سوائل. دونك انا غادي نبقى نزيد غير بشويه بشويه، وانا غادي نشوف عيني ميزاني، يعني العجين ما خاصوش يكون قاصح، سورتو عجين ديال صابلي خاصو يكون واحد العجين اللي هو لين. لاحظوا معايا من بعد ما جمعت العجين، شفت هنا مازال خاصني نزيد شويه ديال الدقيق. انا كنزيدو بهذه الطريقه، يعني كندخل الدقيق مزيان في العجين، وصافلي راه ما كيبغيش يتدلك، فقط غادي نجمعو، غادي نحاول نجمعو مزيان.
كيف ما كتلاحظوا معايا خاصنا نحصلوا على العجين ديال الصابلي، خاص يكون بهذه الطريقه، يعني كيتجمع في اليد وفي نفس الوقت رطب وما يكونش قاصح بزاف. هنا غادي نوريكم الدقيق شحال شاط ليا ديال الدقيق. كيف ما كتلاحظوا معايا راه بقى ليا تقريبا شي 4 الكيسان اولا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق اللي بقاو ليا من داك الخليط، دونك ما استعملتوش كامل. غادي نخلي العجين يرتاح. غادي نجيب واحد البلاستيك وغادي نغطيها ترتاح. انا كنخليها ترتاح ليله كامله، يعني ما فيهاش الخميره. دونك واخا نخليها في الثلاجه يومين اولا 3 ايام ما كيطرى ليها حتى حاجه. غادي نخليها ترتاح في الثلاجه كيف ما قلت لكم ليله كامله، ومن بعد غادي تشكلوها على الشكل نتوما اللي بغيتو. يعني صابلي راه تقدروا تشكلوا به اي نوع بغيتو. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشكل لكم صابلي بريستيج وبزاف الانواع ديال صابلي بهذا العجين. ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على حسن المشاهده، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو الجاي.